من القاهرة والناس الآن موجز الأنباء. هنا القاهرة. سيداتي أنساتي سادتي، خالص تحياتنا التي لا تعد ولا تحصى، وإليكم العناوين. أوباما بعد هزيمة بلاده أمام غانا أشعر بالإحباط. وزارة البترول: لا أزمة في السولار وبنزين 80. نقابة الأطباء تقاضي 4 قنوات فضائية بسبب الخرافة الطبية. تفاصيل الأخبار بعد الفاصل. إليكم تفاصيل الأخبار. يبدو أن أوباما حزينا حتى هذه اللحظة، وذلك بعد خروج المارينز أمام النجوم السوداء في كأس العالم بجنوب أفريقيا. وما زال أوباما يشعر بمرارة الهزيمة واحتراق أعصابه، مؤكدا أنه ما زال يشعر بالإحباط، وهذه المشاعر ستسود بلاده لفترة. جاهزة. أوباما قاعد من الماتش زعلان. اشمعنى؟ يا ما نفسي تيجي ونجيب مع بعض جوان. العشاء جوه لو انت رايد. اشمعنى؟ اللمسه بجون مفيش عندي اوفسايد. اوباما تعالى قلبي محتاج عمره. اشمعنى؟ تفتش على النووي ونجيب بيضه سمرة. قال مصدر مسؤول بوزارة البترول أنه لا توجد مشكلة في السولر وبنزين 80 في المحافظات، ولا توجد أي شكاوي عن عدم توافر البنزين أو السولار في المحطات الموجودة بالمحافظات والقاهرة. جاهزة. هيملوا العربية ب6 تموين. اشمعنى؟ في سولار وفي بنزين. المسؤول قال ما في زيادة. اشمعنى؟ يومين وحياتك وهيزيد كالعادة. سامح فهمي ده راجل تقيل. اشمعنى؟ ابعتلي وانا اجيلك يا جميل. تقدمت نقابة الأطباء بدعوى قضائية ضد بعض القنوات الفضائية لتأبيهم على بث برامج صحية تعالج بالأعشاب دون مراعاة القوانين التي تنظم ممارسة مهنة الطب. وقالت النقابة أن هذه القنوات تستضيف أشخاصا ليسوا أطباء وغير مؤهلين لعلاج المرضى، ويدعون علاج الأمراض الجنسية تحديدا بالأعشاب. جاهزة. بشرى على اللي معرفش وخاب. اشمعنى؟ خلاص هنتعالج بالأعشاب. يا ما نفسي في ديك مفتري. اشمعنى؟ أكون شارب بأعشاب جمبري. الأعشاب نهايتها وحشة معاه. اشمعنى؟ طلع لابنه وأحمد شجرة على قفاه. النشرة إليكم أهم ما جاء بها. أوباما بعد هزيمة بلاده أمام غانا أشعر بالإحباط. وزارة البترول: لا أزمة في السولار وبنزين 80. نقابة الأطباء تقاضي 4 قنوات فضائية بسبب الخرافة الطبية. يحفظكم الله في رعايته، وإلى اللقاء.